سلام ومرحبا بكم معايا اليوم في مطبخ ام فرات امجد. اليوم جبت لكم الوصفه تاع مطلوع الكوشه، يجي خفيف كيما القطن. ساهل بزاف سيختو للمبتدئات، وبمقادير هنا مضبوطه بدون عجن، ما تعجنوه ما والو. هنا نعطيكم السر باش يجيكم خفيف. والله اللي يشوفه يحسب يبان كيما السفنج، يعني خفيف لدرجه ما تصوروهاش. وهنا مقادير مضبوطه ويساعد بزاف، ما تعجنوه ما والو. وهنا باش تسهل عليكم ثاني ويخمر لكم في فصل الشتاء. هنا ما تحتاجوش هنا قصعه كبيره، ولا في وقت البرد هكا من الاحسن انكم ديروا هكا في باسينه صغيره، ولا غيسيبيون تكون صغيره هكا باش يبقى ملموم ويدفى ويخمر لكم بالخف. كاين اللي عندهم مشكله هكا في البرد ما يخمر لهمش المطلوع ولا الخبز. هنا كيما راكم تشوفوا عبرت بالكاس تاع 220 مليلتر هكا باش نعطيكم مقادير مضبوطه وتجربوه ان شاء الله ينجح معكم من اول تجربه. عبرت انا الكاس اللي راكم تشوفوا فيه، عبرت حطيت 6 كيسان تاع الفرينه، غربلتهم كيما راكم تشوفوا مع نص كاس تاع السميد يكون رطب ولا متوسط. هنا في وقت البرد انا هنا درت 2 مغارف ممسوحين تاع خميره تاع الخبز. وكي يكون الحال دافي هكا ولا يكون الحمان، ندير انا مغرف تكون معمره مليح برك تاع الخميره، مع مغرف تاني ممسوحه تاع السكر كيما راكم تشوفوا. الملح على حساب يعني كاين اللي يبغيه مالح، كاين كل واحد كيفاش. الملح ما نجمش نعطيكم العبر نيشان. هنا حطيت عليهم شويه تاع الماء دافي كيما راكم تشوفوا، درت حفره في الوسط حطيت فيها هذه المكونات، ونخلي هذيك الخميره تاعي حتى كي تشوفوا هاك شغل يتفور. دير هذيك الفوره ثم هكا باش الخمور تاعها يكون ناجح. خليتها هنا 5 دقايق برك وعاودت وليت لها كيما راكم تشوفوا فارت هذيك الخميره. وهنا راني نستعمل، راني نلم فيها بالماء يكون دافي. هنا هاد الوصفة ما تحتاج لا حليب لا بيض لا حتى حاجة، وصدقوني تجي خفيفة كيما البونج. لمها أنا هنا والله ما تدي لا عجين، ما تعجنوها ما تعبكم ما والو. بيد وحدة كيما راكم تشوفوا، بيد وحدة تلموها. وحتى اللي ما عندهاش الإمكانيات ولا ما عندهاش كيما نقولوا هكا تكون دايرة دار جديدة وما عندهاش قاع صوالح، غير في باسينة صغيرة هكا تلموها وتجيكم ولا أروع هذيك المطلوع تاعكم ولا الخبز. كل واحد كيفاه يسميها. حنا صراحةً نقولوا الكسرة، حنا نقولوا الكسرة تاع المطلوع، ولا نقولوا الكسرة هذه اللي طيب في الكوشة، نقولوا الكسرة. وكل واحد كيفاش. هنا راكم تشوفوا نلمها جارية، نلمها برك ونجبد يدي منها، ما نعجنها ما والو. راكم تشوفوا القوام اللي راه جاري هكا. في الأولى تكون هكا تبان لكم بلي راهي مطلوقة، بصح هي بالراحة، بالراحة حتى تولي حتى تنشف معاكم. هنا أنا رُحت غسلت يديّا من هذاك العجين وخلّيتها. هنا في فصل هكا كي يكون البرد في فصل الشتاء باش تخمر لكم. نعطيكم نصيحة، حطّوا هكا ديروا كسرونة تكون فيها شوية تاع الما حامي ولا طاوة كيما نقولوا حنا، ديروا فيها شوية تاع الما حامي بصح ما تكونش تلامس كيما نقولوا لهذيك الباسينة تاعكم اللي راكم تلمّوا فيها ولا الريسيبيون. وحطّوا فوقها هذاك العجين تاعكم كيما راكم تشوفوا، باش هكا هذاك الفوار اللي يكون حامي يسرّع لكم في التخمار تاع العجينة تاعكم وما تبردش هي. لو فات اللي تبرد، كي تبرد تصرصر كيما نقولوا حنا، ما تخمر لكمش، بصح كي تبقى هكا في الدفا ما تخافوش عليها وتخمر معاكم حتى ولو كان الحال يكون بارد بزاف. أنا هنا غبنتني شوية كيما راكم تشوفوا في التخلاط. كانت تحتها هذيك الطاوة اللي درت فيها المحامي. هنا هذه أول كيما نقولوا خليتها ريحت واحد 10 دقايق وعاودت وليت لها. راني هنا نخلّط فيها برك. ديروا شوفوا تبعوا الفيديو هنا راه واضح بالطريقة اللي راني ندير فيها أنا، من الحواف من الحواف وخبطوا العجين للداخل كيما راكم تشوفوا بيد واحدة والله تخرج لكم ولا أروع كيما قلت لكم. هنايا هذا الخبز تاعكم ولا المطلوع. هنا هذه المرة الثانية هوّت لها الخمور الخطرة الأولى وهذيك الخطرة الزاوجة. شوفوا كل ما تخلّوها بين كيما نقولوا مرحلة ومرحلة تنقص، ما تبداش تلصق لكم كيما راكم تشوفوا في يديكم. في الأولى كانت جارية وتلصق في اليدين، بصح كيما هنا راكم تشوفوا وكي تجوا تهودوا لها هكا الخمور وتخبطوها بلّوا يدكم في شوية تاع الما وخبطوها. أنا هوّت لها الخمور كيما شفتوا معايا الخطرة الأولى والخطرة الزاوجة. هذه المرة الأخيرة الثالثة بيناتهم خلّوه واحد 5 دقايق 10 دقايق ماشي بزاف. هنا المرة التالية هذه الأخيرة راكم تشوفوا حطيت لها شوية تاع السانوج وحبة الحلاوة.
هذه اختياري، وحطيت لها مغرف تاع الزيت، تنجموا تستغنوا عليها. عفوًا هنا راني حطيت 2 مغارف عفوًا تاع الزيت. وهنا هذه الخطرة التالية، راكم تشوفوا هنا صاي دوك تبدا ما تلصقش أبدًا في اليد، صاي تكون ديجا نشفت ومن الداخل يجي فيها الهواء، خاطش علاه ودنا لها الخمور شعال من خطرة. راكم تشوفوا هنايا هذه الخطرة التالية كيما قلت لكم، راني ها هي كيما نوضح لكم هنا في الصورة بلي صاي بدات ما تتلصقش في اليدين ويجي فيها الهواء. هنايا صاي في هذه المرحلة بعد ما دخلت فيها مليح هذاك السانوج وحبة طيبة ولا حبة الحلاوة. حكمت أنا هنا السنياوات تاوعي اللي يدخلوا في الفور اللي غادي نطيب فيهم أنا هنا جاوني 3 خبزات درتهم في الفور، 3 خبزات وبقات لي خبزة شوية متوسطة صغيرة حطيتها درتها في الطاجين. اعتمدوا عليها هاد الوصفة صدقوني حتى والمطلوع ديروها في الطاجين ولا في الكوشة تجيكم خفيفة خفيفة تقولي سفنج. قسمت أنا العجينة تاعي كيما راكم تشوفوا حطيتها هنا باش تكون واضحة معاكم. أنا الحق يوميًا نقطعها ديريكت في هذيك الباسينة. شوفوا البناب اللي راهي دايرتهم العجينة هذيك تاعنا، خاطش علاه راهو داخل فيها الهواء مليح وراهي كي شغلي ميم هكا غير تحطوها شوية تخمر، ما تطولش في الخمور. كي ديروها بالطريقة وتخلوها تريح مليح في الباسينة. أنا هنا راكم تشوفوا حطيت دهنت السني تاعي بالزيت، دهنوه بالزيت ولا بغيتو تجيكم من السما تنجموا تدهنوه تاني بالزبدة، كل واحد وعلى حساب الإمكانيات اللي عنده. حطيتهم أنا قسمتهم أنا هنايا خبيزات هكا. أنا عندي هنا 3 سنياوات، واحد كبير وواحد متوسط وواحد صغير. هنا كيما راكم تشوفوا نعطيكم هنا نصيحة باش هذاك السانوج. أنا هنا غادي رشيتها بالسانوج وبالجلجلان باش تجي من السما وتجي الشكل تاعها ولا أروع. هنايا الأولى قبل ما ترمدوها كيما نقولوا تحطوا لها سميد ولا فرينة، حطوا هذاك السانوج تاعكم والجلجلان باش هكا يلصق لكم، ماشي غير طيب يطير من الفوق كي شغلي ما درتوهش. ديروا هكا كيما زيروا على هذيك العجينة شوية باش يلصق فيها هذاك السانوج والجلجلان اللي حطيتوهم. من بعد كملوا لها كيما راكم تشوفوا التقراص هذاك تاعها. راهي تمشي وحدها من كثرة اللي خفيفة وفيها الهواء، غير نزير عليها تمشي. هنا قربت لكم الصورة هكا باش تكون واضحة. وهنا كي تقرصوها ما ديروهاش رقيقة رقيقة بزاف وما ديروهاش خشينة تاني باش ما تجيكمش ثقيلة ومعجنة. هنايا أنا هنا كي قرصتها هكا حسيتها بلي جاتني شوية خشينة. أنا تعمدت هنا باش نوري لكم هكا باش تشوفوا يعني كي تجيكم العجينة تحسوها طالعة بزاف تنجموا تنقصوا منها غير هكاك في السني وتعاودوا تعاودوها كيما راكم تشوفوا. العجين هذاك اللي قلحته أنا زدته فيه هذيك شوية اللي بقات، هي اللي قلت لكم درت بها خبزة تاع مطلوع صغيرة لولادي. هنا قرصتها هذا السني الأول والثاني والثالث درت كيما قلت لكم 3 خبزات. هنايا غطوهم حطوهم في بلاصة. ومام هذه الطريقة أنا هنايا باش ما يدوليش البلاص في الكوزينة ويبقوا محطوطين، نحط هذاك السني اللي صغير نديره كاع من تحت ونزيد فوقه السني المتوسط ونزيد هذا الكبير ونغطيهم كاع هكا بسربيته وحده ولا طرشونه. غطوهم وكيما راكم تشوفوا الحواف انا هنا راني نطلع فيهم هكا شويه باش الحواف ما ديروهمش رقاق بزاف باه ما تجيكمش يابسه مع الاطراف. وهنا في الترماد انا راني خلطت في الترماد من الفوق يعني هذاك اللي رشيته من الفوق هو سميد وفرينه مخلطين. هنا شوفوا انا غطيتها حتى خمرت كيما راكم تشوفوا. بعد ما خمرت مليح حميت الفور تاعي مليح حميته مليح على 250 درجه. وهنا طيبتها نشعل لها الفوق والتحت مع بعض باش ما تجيكمش يابسه. هنا شعلت لها وخليتها وكيما نقولوا كي طيب نص طياب دوروا هذاك السني باش ما طيبكمش جهه بجهه تجي محمره كاع كيما راكم تشوفوا جات خاويه من الداخل كي شغلي سفنج من الداخل خاويه ودايره هذوك الخيوط ومن برا جات مقرمشه. هذاك السميد اللي ديروه من الفوق هذيك الرشه تاع السميد اللي ديروها تخليها تجي مقرمشه من الفوق ومن الداخل تجي خفيفه وخاويه. راهي النتيجه راكم تشوفوا فيها قدامكم ومن السما الله يبارك بريحة السانوج وريحة الجلجلان. هذه الوصفة صدقوني ولا أروع. جربوها إن شاء الله تنجح معكم وتعتمدوا عليها اعتمدوا عليها ديروها بزاف في شهر رمضان. صدقوني ريحتها قبل الأذان تقلب الدار وتنتكل يعني هكاك وهي سخونة بلا ما تنتكل وحدها بلا ما تديروا معاها حتى حاجة. هكا كيما نقولوا في وقت البرد وصدقوني مع شوية تاع الفريت برك وكسرة صدقوني شبعة تاع الصح يعني كي تكون هكا الكسرة حامية في الدار نعمة ربي يدومها إن شاء الله علينا وعليكم.
وكما قلت لكم ديروها ان شاء الله في الشهر الكريم هذا، الشهر الفضيل عفوا اللي راه جاي. فرحوا بها وليداتكم. هناني قسمت معاكم خبزه، راكم تشوفوا كيفاه جات خفيفه هكا باش تكون النتيجه واضحه قدامكم. هنا ما تنسونيش بالاعجاب، وما تنسونيش هنا اللي ماهيش مشتركه في القناه ان شاء الله ديروا اشتراك وتستفادوا منها. هذه هي الوصفه تاع اليوم، راهي واجده. خبز الكوشه ولا ولا مطلوع الكوشه، كل واحد كيف يسميه، النتيجه راهي قدامكم. ولا اخف ولا اروع، صدقوني من السم محمر مقرمش من برا من الداخل خفيف. آه، جربوا هذه الوصفة ما غاديش تندموا عليها، خاصة المبتدئات نقول لكم ديروها وما غاديش تندموا. ومع السلامة إن شاء الله في وصفة أخرى من مطبخ أم فرات أمجد.